السلام عليكم. بسوي طريقة القروع. أكلة يمنية تقدم مع الصوص. ذقتها عند واحدة وأخذت طريقتها وقلت أنزلها. تحتاج كوب طحين أبيض وكوب طحين بر، ملعقة ونص خميرة ونص ملعقة صغيرة ملح وبيكنج باودر، 3 ملاعق زيت الزيتون أو أي زيت انتو تفضلونه. هي طريقتها ما تحط الزيت، بس أنا حطيت عشان يعطي العجينة هشة، وما تحط البر، تحط كل الطحين أبيض. أعجنها لين تصير معي عجينة متماسكة ولينة. موية ممكن كوب ونص أو على حسب الطحين. أخليها تخمر لمدة ساعة كاملة. هنا خلاص العجينة صارت جاهزة. أقليها في زيت حار على نار متوسطة. هنا بعد ما حمرتها أشيلها وأحطها على ورق. طريقة الصوص: حطيت تمر هندي في موية دافية، نقعته، بعدين صفيته نص كوب. حطيت شوي كزبرة و3 فص ثوم. حطيت مع فلفل رومي ملون. حطيت نص الملعقة كمون، فلفل أسود ورشة ملح. يفضل إنه تحطون بسباس عدني، بس أنا مو متوفر عندي. الطريقة الثانية صوص الجبن: حطيت كزبرة وحطيت 3 فص ثوم وحبة طماطم وفلفل رومي ملون وحبتين جبن مثلثات وفلفل أخضر حار وشوية نعناع، وحطيت جبنة مالحة وشوية كمون وفلفل أسود، وأحط شوية ملح. وصارت أكلتنا الحلوة جاهزة، وأتمنى تجربونها لأنها من جد أكلة تستحق التجربة. ولا تنسوا تدعموني.